السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت نشارك معكم هاد الغريبة اللي كتجي مشقة، غير السر ديال حاجة بسيطة. شحال من واحد ما كتصدقش مع هاد الغريبة هادي، ما كتكونش مفلقة مزيان بحال هكا. فان شاء الله الرحمن الرحيم غنوري لكم السر. المهم دابا نحط لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف، فكندوروها وكنضغطوا عليها بيدينا. المهم غنوريكم كيفاش. هي دابا هي مرملة بحال كما كتشوفوا، مرملة. كنضغطوا عليها كتعطينا بحال هكا، يعني كتشاده شويه في راسها. المهم كنجمعوها هكا بيدينا، كنديروا القياس اللي هو متوازن في الغريبة. كندوروها غير بشويه، ما نضغطوش عليها بزاف، شويه حتى كتجمع معنا بحال هكا. كنضغطوا عليها مزيان تعطينا بحال هاد الشكل. حتى كنديروا كمية كثيرة، كنستمر بحال هكا حتى كنكثر منهم عاد تنستف في اللاطة اللي غتدخل للفرن. المهم كتستمروا بحال هكا ودوريه بشويه مع غريبة معروفة بأن ما فيهاش البيض، كتكون شويه مرملة بحال هكا. حتى كنديرو كمية كثيرة عاد ديك الساعة إنسان المهم هادي اللاطة الأولى خرجتها من الفران، نجي نوريها لكم بعدا. هي كتجي مفلقة مزيان، ما كتحش ما كشتها مع الضياف، يا سلام. المهم هانتوما كتشوفوا كلها مشقة مزيان. المهم نوريكم السر ان شاء الله. غادي نحطوها في اللاطة بهاد الطريقة هادي، ولكن غنضغطوا عليها شوي بحال هكا، ونحطو الثانية ونضغطوا عليها، نصايبوا لها جلسة مزيان ونضغطوا عليها ضغط مزيان حتى كتحسي بأن راه شادة مزيان، شادة على حسب القالب. هكا كنستمروا. هانتوما كتشوفوا كيفاش الضغط، مستوى ديال الضغط باش كتنجح معكم 100%. فالا بغيتو المقادير ديال هاد الغريبة دي نحطو لكم، هانتوما كتشوفوا الضغط. بغيتو المقادير ديال هاد الغريبة نحطو لكم ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا حتى كنستفوا الغريبة كاملة، فالنتيجة هي كتكون مرضية ان شاء الله.